عليكم، كيف حالكم جميعا؟ إن شاء الله تكونوا تمام، وكل عام وإنتم بألف خير بمناسبة شهر رمضان المبارك. سامحوني طولت عليكم شوية بوصفات الشهر الكريم، ولكن اليوم رجعت لكم بوصفة جدا خطيرة، بتمنى إنكم تجربوها، راح تعجب الصغار وكمان الكبار. وهي عبارة عن شاورمة البيتزا. راح نخلط مع بعض، نعمل ميكس بين الشاورما والبيتزا، ألذ وأشهى وجبتين بحبوها الكل، مستحيل ما تلاقي حدا ما بحب الشاورما أو البيتزا. يلا بسرعة نروح على الوصفة. هنا راح أحتاج، أنا استخدمت اليوم نص كيلو من الصدر الحبش، ممكن تستخدمي صدور الدجاج أو أفخاد الدجاج أو تعملي ميكس بيناتهم. بعد هيك راح أتبلهم بتوم مهروس، تقريبا هنا ضفت 3 دروس من التوم مع شوية من الفلفل الأخضر الحار، هرستهم أو دقيتهم. وراح أضيف كمان معلقة كبيرة من توابل الشاورما، ربع معلقة من توابل الدجاج، ربع معلقة من البابريكا، ربع معلقة من الفلفل الأسود، وراح أضيف الملح، وضفت كمان معلقة كبيرة من الخل ومعلقة كبيرة من عصير الليمون، وراح أضيف كمان معلقتين من اللبن أو الزبادي. أنا هنا ضفت خل وعصير ليمون لأنه استخدمت صدر حبش بيكون شادد شوية، أما إذا أنت استخدمت دجاج استكفي بالليمون أو الخل. بعد هيك ضفت إلهم تقريبا معلقتين كبار من الزيت النباتي، وهيك عنا تتبيلة الشاورما بتكون جاهزة. راح أقلب كل المكونات هاي وأغطيها وأفوتها التلاجة. يستحسن إنه أنت تخليها ساعات كتيرة يعني في التلاجة، أنا خليتها تقريبا 5 ساعات. بعد هيك راح نعمل مع بعض خبز الشاورما، وهو عبارة عن طحين. هنا ضفت تقريبا كاستين كبار من الطحين، ضفت لهم رشة ملح وربع معلقة صغيرة من الخميرة، لأنه أنا الكمية اللي عاملاها اليوم أو راح أستخدمها اليوم قليلة. بعد هيك راح أبلش إني أعجن هذا الطحين بالمية الدافية طبعا، وألم العجينة هيك بهذا الشكل. راح أضلني أضيف شوية مية بالتدريج لحتى أحصل على عجينة قوامها متماسك. إذا شفت العجينة عندي نشفت شوية راح أضيف لها شوية زيت نباتي وأكمل عجن بإيدي. أنا هنا خليت العجينة ترتاح لمدة 10 دقائق، ممكن تتركيها لنص ساعة، بس أنا كنت مستعجلة اليوم كتير. بعد هيك راح أكورها، أعملها كرات بهذا الشكل لحتى نفردها مع بعض، وكمان راح نخبزها إن شاء الله. والآن راح نجهز خبز الشاورما وراح نخبزه مع بعض. أنا اليوم راح أخبزه في مقلى جرانيت يكون غير لاصق، ما بدهنه ولا أي إشي. راح أخليه يحمى على النار. بعد هيك راح أضيف له عندي الخبز اللي رقيناه مع بعض، وأضلني أقلبه على نار تكون من متوسطة إلى عالية لحتى الخبز عندي يضله طري. راح أضلني أقلبه على الجهتين. ممكن طبعا تخبزيه على الصاج إذا عندك صاج، بس أنا مش متوفر عندي. شوفوا كيف ما أحلى الخبز. راح أكمل الكمية كلها بنفس الطريقة. راح أقلب هيك عندي الخبز لحتى أتأكد إنه كله متساوي من جميع الأطراف والجهات. بعد هيك راح أضيفه هيك في المقلة عندي وأكمل كل الكمية بنفس الطريقة. أنا هيك خلصت عندي خبز الشاورما، كتير طعمه لذيذ وطري وبشهي، وبنفع كمان لكتير أكلات. ممكن تستخدمي في هاي الوصفة خبز التورتيلا الجاهز، بس أنا اليوم عملتها معاكم خبز الشاورما في البيت. بعد هيك راح أجيب مقلى على النار وأخليه يحمى، ما بضيف أي زيت ولا أي سمنة لأنه أنا ضفت زيوت في الخلطة. إذا أنت ما ضفتي
حطي معلقة زبدة أو معلقة سمنة في المقلة، راح أخليه يحمى على الآخر لحتى عندي اللحم ياخد صدمة. بعد هيك راح أقلبه بهاي الطريقة لحتى يتغير لونه، وأغطيه لحتى يستوي براحته. وبهاي الأثناء راح نجهز عندي الصوصات اللي راح نضيفها على وصفة اليوم. بالأول راح نجهز الطحينية أو الطحينة. أنا هنا ضفت تقريبا نص كاسة صغيرة من الطحينة، ضفت لهم معلقتين من الزبادي أو اللبن، وكمان راح أضيف لهم رشة ملح ومعلقة كبيرة من عصير الليمون وشوية من الخل، وبضيف لهم كمان تقريبا معلقتين أو 3 معالق كبار من المية. راح أحركهم بهذا الشكل. ممكن تضيفي لهاي الطحينة توم مهروس بس أنا ما ضفت، هيك بكون قوامها ممتاز. والآن راح نجهز مع بعض صوص البيتزا اللي راح نضيفه على الشاورما أو على خبز الشاورما. هنا ضفت معلقة كبيرة من صلصة الطماطم، راح أضيف لها شوية من الزيت النباتي، راح أضيف لها ملح وفلفل أسود وكمان رشة أوريجانو أو زعتر ناشف، وراح أضيف كمان ربع كاسة من المية لحتى أخلطهم كلهم مع بعض وأحصل على قوام لين أقدر إني أدهن فيه الخبز. هيك بكون صوص البيتزا صار جاهز معايا أو صلصة البيتزا جاهزة. بعد هيك راح نرجع عندي لصدر الحبش. في هاي الوقت هو نزل ميته وكمان شربها. أنا بهاي المرحلة بوطي عليه النار لحتى يستوي عندي. بعد هيك راح أعلي النار، خلاص أنا تأكدت إنه استوى، راح أعلي النار لحتى تتحمص عندي اللحمة بشكل خفيف. بعد هيك راح نجهز مع بعض. عندي هنا شاورمة البيتزا، راح أضيف صوص طحينية في الساندويش أو في فرشوحة الشاورما، وراح أضيف كمان عليها مخللات وبصل بسماق. ممكن تضيفي بطاطا، ممكن تضيفي خضرة، أي نوع خضار انتي بتحبيها. أنا اليوم راح أقدم شاورمة البيتزا بطريقتين، طريقة الفراشيح أو السندويشات وطريقة تانية تكون هيك على بعض كلها بدون خبز. راح أعمل هيك سندويشات وأضيفهم في البايركس لأنه لسه راح يفوتوا الفرن. راح أحشي كم ساندويش أو كم فرشوحة وأحطهم في البايركس بهذا الشكل. بعد هيك راح نجهز عندي طريقة التقديم التانية. هنا ضفت شوية من صوص البيتزا، بعد هيك ضفت لهم شرائح الشاورما. بعد هيك راح أضيف إلها البصل وسماق، وراح أضيف كمان الطحينة. ممكن كمان تضيفي خضرة انتي بتحبيها. أنا هنا جهزت البايركس الأولاني، ما كنت منتبهة إنه الكاميرا مش جايباه في التصوير. بعد ما حشيت فراشيح أو سندويشات الشاورما دهنتهم من صوص البيتزا الأحمر ورشيت رشة جبنة وحطيت على الوجه زيتون أسود، بس الكاميرا ما جابت التصوير. بعد هيك راح نجهز البايركس التاني، حطيت آخر طبقة صوص البيتزا. بعد هيك راح أضيف الجبنة المبشورة. أنا استخدمت جبنة موزاريلا وكمان ضفت لها مخللات. راح أضيف شوية من الجبنة الموزاريلا أو ممكن تخلطي أجبان تعمليهم ميكس وتضيفيهم على الوجه. يعني تحت بيكون شاورما وفوق بيكون طبقة البيتزا. بعد هيك راح أضيف شرائح الزيتون. ممكن كمان تضيفي فلفل رومي ملون بس أنا اليوم ما كان متوفر عندي صراحة. أنا مش عارفة ليش الكاميرا مش جايبة، ما كنت منتبهة مش جايبة البايركس التاني لأني كنت كتير مستعجلة. وراح أضيف هنا كنوع من التزيين بصل أخضر هيك بهذا الشكل. بعد هيك راح أرش رشة خفيفة من الأوريجانو على البايركسين الموجودين عندي، وراح أضيف رشة صغيرة من البابريكا وأفوتهم الفرن. راح أخلي النار من فوق بس لحتى كل المكونات تسخن وتسيح مع بعض، وبتكون هيك عندي جهزت
الوصفة الرهيبة، بتمنى انكم تجربوها، جدا رائعة. شوفوا الجمال، شوفوا الحلاوة والطعامة، عن جد بتشهي. طبعا لا غنى عن السلطات جنب هاي الوصفة. وكنت حابة اعمل سمبوسك بس برضو ما لحقت، الوقت على طول بيمر. اخر ساعة في رمضان. شوفوا كيف مطت الجبنة، جدا بتشهي ورائعة. بتمنى انكم تجربوها، وصحتين والف هنا على قلوبكم يا رب. مع السلامة، وإن شاء الله بشوفكم بفيديوهات جديدة.